الحكومه انطلقت في واحد المبادره ديال التسويه الطوعيه بالنسبه للضرائب. غادي تنتهي دابا 3 ايام ولا 4 ايام، 31 دجنبر 2024. يعني عندك الفلوس في الدار حاطهم مخبعهم 100 مليون 200 مليون 600 مليون مليار 10 المليار. تقول لك هذوك الفلوس حيت لقينا بانه الرقم يعني الناتج الخام، الناتج الوطني الخام عندنا 1700 مليار ديال الدرهم. النص ديال هذا الناتج الخام اللي هو 800 ألف مليار ديال الدرهم كاينه نقدا كتسارى في السوق، في الديور، في الشركات، في المعامل. فلوس دايره المفروض ما خصهاش تكون دايره بهذا الكم الهائل. إذا خدات المبادره وقالت اللي حط فلوسه في البنكه غادي يخلص 5%، وغادي نطهروا ونبيضوا نقيو داك الفلوس ديالو، حتى واحد ما غيعاود يسالو على داك الفلوس اللي وضع في هذه السنه. لكن الا ما وضعتيهمش قبل 31 دجنبر 2024 وبقاو عندك من بعد ابتداء من 1/1/2025 تبين بان عندك فلوس، لان انت عندك فلوس في الدار. تخيلوا معايا واحد عنده 500 مليون وراق، اش غيدير بها؟ غيمشي يشري بها السندويش المعقوده، غيخلص بها مول الطاكسي، غيمشي يخلص بها كراء السياره، خداها يومين 300 درهم 300 درهم 600 درهم. لا، هذيك فلوس مخبعه باش غيدير شي حاجه، يا اما غيشري دار، يا اما غيشري يخت، يا اما غيشري استوديو، يا اما يشري سياره، يا اما يستثمر، يشري عقار ارض، يشري فيرما، غيدير شي حاجه غيديرها غيطلع له في السيستم في النظام المعلوماتي. اش غادي تخلص؟ غتخلص 30 حتى 37% ديال داك المبلغ، حيت صافي صحتي انت ليص، صحتي غشاش وقبضناك في حاله تلبس. عطيتك فرصه تخلص 5% وغتطهر داك السنه ديالك، داك الفلوس ديالك شري بها اللي بغيتي ديك الساعه، تعفى عليك. لكن لما خلصتيش 5% وعرفناه من بعد راه غادي تخلص على حسب هذاك المبلغ. كان قلت لك نطلقوا ب 30%. هاد العمليه دارت في 21 وبزاف ديال الناس مشاو حطوا فلوس في البنكه ديالهم، ولكن من بعد ما كانت لا مراقبه لا حتى شي حاجه، حسوا براسهم تشمتوا، قالوا ويلي كان خليت الفلوس خلص 5% غير هكا. دابا تعاودت العمليه، دابا الناس مترددين تيقولوا دابا واش نخلص واش نحط ولا ما نحطش. هما قالوا غادي يديروا وما داروش، وحتى دابا عاوتاني يمكن راه ما غيديروش. انا نقول لكم لا، راه غيديروا، ردوا بالكم. علاش؟ حيت الالتزامات اللي خدات الحكومه على هذه السنوات المقبله التزامات ثقيله. عمرنا في حياتنا في التاريخ ديال الحكومات المغربيه اقتصاديا عمرنا ما خدينا التزامات بحال هكا. تعميم الحمايه الاجتماعيه الثمن ديالها غالي، الدعم الاجتماعي المباشر المبلغ ديالو غالي، استعداد كرة القدم كأس إفريقيا غالي، كأس العالم غالي، والحكومة التزمات. وراكم عارفين الحكومة من تلتزم، من اللي كيهمها كثير هو صاحب الجلالة نصره الله، إذا ما بغيش تحشموا معاه. إذن اللي عندهم هنا غادي يخمموا فيه باش يجيبوا الفلوس، غادي يخدموا عليه يجيبوا الفلوس. إذن دابا الصناديق ديال الدولة ديال الحكومة خاصها الفلوس باش يمكن لها تستثمر وتكمل في هذه المشاريع اللي وعدت بها. خلق مليون منصب ديال الشغل راه ماشي ساهل، خصو استثمار. إذا ملي كتفكروا 1700 800 مليار 1000 مليار ديال الدرهم كاينه، راه لا خديت 5% ولا 10% منها ما بقاش عندي مشكل في البلاد الفلوس.